الفيديو دوت للابهات لتاني مره، بس الكلام النهارده مختلف شويه. قبل كده كنا اتكلمنا عن اللحظه اللي جسمك بيخذلك فيها قدام ابنك. النهارده بقى هقول لك ايه اللي بيحصل بعد اللحظات دي مع الوقت. ابنك بيحفظك، بس انا هنا ما اقصدش ان هو بيحفظ الكلام اللي انت قلته له، او مثلا الدروس اللي انت علمتها له، او الحكم اللي انت بتشاركها معاه. لا، ابنك بيحفظ جسمك. يعني ايه؟ بيحفظ ازاي بتقوم من على الارض، ازاي بتشيل الحاجات التقيله، بتلعب معاه ولا لا، بتجري ولا بتقف. كل ده بيتخزن في راسه كذكرى عن باباه، مش الكلام. بعد 20 سنة من دلوقتي هيبقى راجل، وانت هتكون في الخمسينات او الستينات. وقتها هيكون بيبني علاقته مع جسمه بناء على اللي شافه في ابوه. فلو شاف اب بجسم بيتحرك، بيتمرن، بيشيل حاجات تقيلة، بيلعب، هيبني نفسه على نفس النموذج. لكن لو شاف اب بجسم تعبان، على طول بيسند لما بيجي بيقعد او بيقف، او على طول قاعد على الكنبة بيتفرج على التلفزيون، للأسف هيبني نفسه على نفس النموذج ده. خلي بالك، انت بتعلم ابنك من غير ما تعرف، بأفعالك وبجسمك مش بكلامك. ودي المسؤولية الأكبر اللي انت بتعملها لما بتتدرب. مش بس انك بتتمرن لنفسك، لا، انت بتتمرن عشان تخلي أولادك يشوفوا نموذج مختلف، نموذج يخليهم فخورين، نموذج يقلدوه لما يكبروا. ودي المسؤولية اللي انا عايزك دايما تفكر فيها. شكرا، واشوفكم بكرة.